السلام عليكم متابعيني الحلوين. اليوم فيديو حلو كتير. أنا بحب أعملها هذه الأكلة، أكلة المقلوبة. بس المقلوبة هذه حتنعمل من غير دجاج ولا لحمة، عشان انتوا عارفين عنا في غزة ما فيش لا لحمة ولا دجاج، كله معلبات. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوها وتحطوا لايك وتشاهدوا الفيديو للآخر وتبعتوها لأصحابكم ولأحبابكم، عشان القناة تكبر أكتر وأكتر وكل العالم تشوف كيف إحنا منعيش في الخيمة وكيف إحنا بنطبخ كله بمكان واحد. بدي أورجيكم العلب هذه اللي بنفتحها، هي هذه المعلبات: الفول، البازيلا أنا زرعت فيها ما رمتهاش. طبعا أكلنا أغلبيته معلبات. المهم إحنا عملت لهم اليوم مقلوبة، خلينا نشوف طريقتها. وهي عندي شريط باذنجان وبصل وتومة وبطاطا، وعندي رز وبهارات، بهار رز وقرفة. طبعا يا جماعة اللي عندنا الخضرة غالية، حبتين الباذنجان هدول 13 شيكل، البطاطا هدول شريطين 15 شيكل، البصلتين هدول التنتين الصغنونات 5 شيكل، راس التومة 3 شيكل، وهذا كيس الرز 25 شيكل، وكيس البهار هذا 4 شيكل، والقرفة اللي شريتها 3 شيكل. طبعا عندي ملح أنا وفلفل أسمر طبعا، وعندي ماجي. طبعا أنا بشرح هيني بالفيديو. طبعا هذه يعني كلفتني الأكلة من غير لحمة ولا دجاج. الأكلة اللي بدنا ناكلها اليوم المقلوبة. خلص جاء عبالنا ناكل مقلوبة بالباذنجان والبطاطا والبصل والثومة. في ناس بحط عليها زهرة، أنا بحطش عليها زهرة. الزهرة كمان غالية كتير كتير. راس الزهرة بنباع يمكن حوالي 20 شيكل، حق الراس بكون صغير ويلا يلا يمشي. المهم ما علينا، هيني أنا بقطع وبظبط وبعمل، وشوية حولع الإدام اللي هو السيرج وحقليه. حبايبي إذا شفتوا هذا الفيديو وصلتوا لهان صلوا على النبي، اكتبوا لنا في التعليقات وحطوا لنا لايك عشان نكبر ونكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل. زي ما انتوا عارفين عايشين احنا بخيمة، أكلتنا واحدة، نومتنا واحدة، مطبخنا واحد، كله بالخيمة، كله بالخيمة. زي ما انتوا شايفين حياتنا، الروتين تبعنا ما بتغيرش، لا شغلة ولا عملة ولا اشي. حتى الواحد تعب، كل اشي على الأرض على الأرض على الأرض. الطبيخ يعني بدي أقشر شغلة بدي أقعد على الأرض، ما فيش مجلة عندي عشان خيمة، بدي أجلي برضو وإحنا قاعدين، بدي أغسل برضو وإحنا قاعدين. والله العظيم من 1.5 سنة لحتى الآن تعبنا 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 كتير. ندعي من ربنا إنها الحرب توقف. صوت سيارة ماشية. هالحرب توقف وتخلص على خير وسلام، ونقول يا رب يزيدنا ولا ينقص حدا فينا. الله يرحم شهدانا ويشفي جرحانا، وكل واحدة فقدت عزيز عليها غالي، من من جوزة، من أي حدا. الله يرحمه وهو في المرتبات العالية عند رب العالمين. والله العظيم اللي نال الشهادة أنا بحسده إنه نال الشهادة. أنا بتمنى إني أستشهد في كل لحظة وكل ثانية، لأن أنا مش واحدة مش ضامنة عمري لحتى الآن. الحرب اللي بنعيشها إحنا هذه يا جماعة، كل شوي خبط، كل شوي قصف، كل شوي بتسمعي صوت، حتى صوت الطيارة دايما بتحوم هان. يعني طول الليل تحط راسك على المخدة برضو في زنانات. الواحد يعني بستنى الفرج القريب. دعوة حلوة منكم، ربنا يخلص هالحرب على خير. بندعي ادعونا نشوفتوا حدا من السعودية، حد يعمل عمرة حجة ويرفع ايديه ويدعي قدام الكعبة لأهل غزة، لأنه أهل غزة بيعيش صعب 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 يا جماعة. أنا اليوم هيني عملت المقلوبة
احنا وجبة واحدة في اليوم اللي بنعملها، ما بنعملش لا وجبتين ولا 3. ونخبزت الصبح خلص خبزة واحدة. كنا زمان فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، ما ينفعش. هذه عندي الطنجرة، أنا عملت مرقة من إيش؟ من قوالب بالماجي. حطيت قلبين ماجي وبصلة سلفحتها ومع سيرج وبهارات وحب الهان وورق لورا ومية، وخليتها تتسبك. ولما استوت عندي المرقة عشان أعملها للرز للمقلوبة. وهيني أنا قاعدة بقلي قليت البطاطا، وهي بقلي الباذنجان عشان نطبق المقلوبة معاكم. بتمنى هتحكولي برضو انت بتحكي كتير. لما القناة تطلع اكتر واكتر، حعرفكم على حاجات كمان كتيرة انا ما حكيتلكوش اياها. هتحكولي انت مين مش عارفة ايش. اللي بتابعنا من زمان على القناة بيعرف محتوانا، بيعرف حياتنا، كيف كانت بيتنا، كيف كان طلعاتنا ونزلاتنا، كيف كانت سيارتنا، كيف كان مطبخنا اللي أنا كنت أطبخ فيه وأنزل وصفات أنا والبنات. ارجعوا افتحوا الفيديوهات بتعرفوا إحنا تو فلاورز من أكم سنة كنا نصور. طبعا هتقولوا ليش ما نزلتي فيديوهات. هحكي لكم إنه أنا كان عندي الإنترنت ما فيش في المنطقة اللي أنا فيها، ولو أنا فكرت بدي أروح أفتح نت حروح على مكان بعيد بدي أركب إله مواصلتين. وانتوا عارفين بالحرب المكان زحمة 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 يا جماعة. يعني أنا بدي أطلع مشوار يمكن أوصل العصر أوصل المغرب، فأنا مستحيل يعني أنا أطلع يعني متأخر في هذه الساعة. حتى الجوال مش مساعدني كان يصور في عندي أنا مصورة من أول الحرب كيف نزحنا وكيف طلعنا، بس ايش بالطول تصوير عندي بالطول، مش لليوتيوب لا انستا لا اشي. حبقى في فيديو تاني حبقى حنزلكم اياهن الفيديوهات واورجيكم اياهن. وهنا عندي التومة والبصل، وحطيت الرز عليه عشان اقلبه مع سوا، وبحط عليه بهارات. انا هيك بحب اعمل يا جماعة هيك المقلوبة، لازم اديله قلب الرز. عاد لو في علبة سمنة كمان يا سلام، حطينا عليه سمنة وهيك بطلع له نكهة زاكية. بس ما فيش، صارت السمنة بدل ما كنا زمان نشتريها بالعلبة قد نشتريها بباكيتات بكيس نايلون. حطيت بهار رز، فلفل أسمر، قرفة، بهار بني، ملح، وهيني استوت المقلوبة. طعمها ولا غلطة. صح فيش عليها دجاج، لكن ربنا سبحان الله بخليها طعمها زاكي.